ازيكم يا مصريون؟ عاملين ايه؟ الشعب الناس اللي هم المصريون دول اخبارهم ايه؟ اخباركم ايه؟ معلش صوتي تعبان والله مش قادره بس مش قادره ما اسجلش الفيديوهات اكتر من كده. طبعا وصفه النهارده بقى هنعمل لكم وصفه حلوه قوي الا وهي الشواوحي. عارفين طبعا الشواوحي بيبقى عباره عن ايه؟ عن قطع كده من اللحمه وبيقطعها بقى قطع كده صغنونه صغنونه صغنونه. لما بتبقى لحمه كده مفروكه طبعا لا والله كده حالا لحمة مفروكة بقى، وهنعملها بقى ايه؟ شواوحي. طبعا بقى مكونات الشواوحي بتاعنا ايه؟ لا لا الا الله، احنا كلنا شدمنا فيه. طبعا بقى مكونات انا اسفه على الصوت المعفن ده. معانا بقى بصل كده طبعا مقطعينه في الكبه حتت صغننه صغننه، ومعانا كمان فلفل اخضر وطماطم برضو مقطعه كده كل حاجه في الكبه، وكمان شويه خضره كده اللي هي يعني عودين بس كده بقدونس على كزبره. تمام. دي بقى المكونات اللي معانا كمان فصين 3 توم يعني. طبعا هنحط كل ده بقى كده في حلة على النار لغاية لما تستوي معانا. خلاص. انا ما بحبش اعمل الحواوشي اللي هو يكون احطه ني كده يعني في قلب الرغيف او في قلب العجينة ايا كان. بس ما بحبش كده خلاص يعني، ما بقتنعش ابدا ان اللحمة ممكن تستوي. كل واحد بقى يعني ايه حر في الطريقة بتاعته. انا بحط ده كله بقى كده على النار لغاية لما يستوي معايا، وبعدين بقى ايه بحطه بقى في العيش. خلاص هنبدأ بقى نشوف دلوقتي هنعمل ايه. انا حطيته هنا كده اهو على النار. حطيت بقى كده الفلفل والبصل والطماطم وال ايوه الفلفل والطماطم والبصل صح. اه وحطيت بقى بهاراتي ملح وفلفل وكمون وشوية بهارات لا كمون ايه، ملح وفلفل اسود وشوية بهارات لحمة ورشيت كده قرفة وكبوبة صيني، وسبتهم بقى على النار لغاية لما استووا خالص. شايفين البصل ما عادش باين اصلا خالص اهو. وحطيت بقى شوية عودين الخضرة كده اللي معايا، حطيت منهم حبة يعني اهو. وخلاص هنا بقى هطفي النار بقى، يعني انا حطيت الخضرة واديت لها تقليبة وهم مطفية بقى النار. ده العيش بقى بتاعنا البلدي الجميل ده. انا والله كنت طالبة من جوزي يعني العيش اللي هو الصغنن خالص بتاع الحواوشي ده، بس لقيته بقى جايب لي من ده، فمش مشكلة بقى. المهم كنت عايزة اكمل الفيديو معاكم بطريقة الشواوحي اللي منتشرة اليومين دول، بس عيالي بقى ايه طبعا يعني ايه ما اقولكوش على اللي عملوا فيه. ابن حلف ما ينزل لي الفيديو لو فضل كده، بس انا هضحك عليه واقول له ان انا غيرتها. طب قولي القهوة في الأول. اقول له ايه؟ انا هضحك عليه واقول له ان انا غيرتها دلوقتي. وتفتني عليا يا اسماء، بطلي كحه بقى، عرفتينا بقى عادتين الله يقطعك. يا رب لا لا. المهم انا جبت بقى العيش بتاعي فتحته كده بقى يعني تعملي بقى الرغيف على بعضه، بس انا لقيته كبير قوي فضايقني بصراحه يعني وانا بحشيه، فقمت جايه اسماء بقى كده بالنص، عملت بقى الرغيف كده نصين. قولي القهوة فين؟ مش هقولك على القهوه فين، لا لا انا خبيتها منك وخلاص. أنا زي بنتي. المهم يا بنتي بقى خلينا اخلص. انا دلوقتي بحشي بقى العيش كده اهو زي ما انتم شايفينه. تحط بقى فيها كمية لحمة كده على قد العيش انا اللي انت حطاه. وهن كده بقى نكمل بقى الكمية كلها معاكم بالشكل ده بقى وارجع لكم تاني. خلاص هنا بقى كده اهو. إيه إيه توهتيني يا شيخ الله يقطعك. اسمعيني بقى اسكتي. الفيديو مش عايزة كل شوية افصل واعمل وانيل على عينك. المهم جبت الصينية وده حطيت فيها العيش ودهنتها اليمتين ودخلتها الفرن لغاية معانا طلع معانا باللون الجميل الحلو ده. شايفين ما شاء الله ما شاء الله جميل. جنب شوية بقى ملخلخ من اللي احنا عاملينه في البيت، الزيتون والبصل الجميل قوي ده، وشوية بقى صوص طحين بقى ما اقولكوش على طعمه وعلى جماله. صوص الطحين كانت بتقول كده. صوص طحين طحين ايه يا هبت الهبله يا جهله يا جهله. صوص طحين والله كانت بتدي ريحة حتة كده. صوص طحين وملخلخ والشواوحي بتاعنا الجميل. شايفين بقى حلو وناشف اهو، بوريكم يعني انهم قرمش اهوت وناشف. وده بقى معانا وصفة الشواوحي بتاعنا الجميل ده. حط بقى كده في صوص الطحين وكلي، يعني ما اقولكيش بقى على الطعم والجمال والحلاوة. جرب الوصفة وان شاء الله تعجبك. سهل خالص وبسيط يعني. انا كان نفسي اعمل والله اللي هو بالعجين ده،
بس يا اختي انتوا هي ما لقيتش والله، ما كنت قادره لسه عاوزه اعجن وافرد. المهم لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير، واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس، واللي عليكم اعملوا لايكات كتير كتير كتير. نشوفكم على خير وفيديو جديد.